حبايبي، شو كيف عبالكم؟ اليوم راح نسوي كيك مال لوتس. هلا حبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم راح نسوي كيك اللوتس، وخلينا نبلش ونقول بسم الله. طبعا هنا راح نضيف 4 بيضات وقلاص وربع شكر. طبعا الشكر حسب الرغبة، تردون قلاص ونص او قلاص بس. وراح اخلي رشة فانيلا سائلة اللي متوفرة عندكم، وبعدين راح اخلطهم خلط زين لحد ما يوصلون لهذا القوام. وهنا أنا راح أضيف حليب كوب دافي، وراح أخلي ملعقتين أكل زبدة اللوتس. طبعا كيكة كلش طيبة ويحبوها الصغار والكبار نفس الشي، لأن طعمها كلش طيب. راح أخلطها خلط زين لحد ما تذوب الزبدة تماما وتتماسك ويا المواد، وأراويكم شكلها. بعدين راح نخلي هنا الطحين. هنا خليت قلاصين طحين، وبعدين راح أخلي ظرف بيكنج باودر، وراح أخلي عليه رشة ملح قليلة على مود شوية ويا الحلا. الملح يخلي الحلا تتعادل. ومن بعدها راح اخلطها خلط زين، والنوب نخليها بالقالب. طبعا ما استعملت زيت ولا سمنة لانه احنا حاطين زبدة اللوتس. والمواد اللي استعملتها مثل البيض، طبعا البيض مو من الثلاجة، انا مطلعته قبل بيوم. والحليب دافي على مود الزبدة تذوب وتصير هذا القوام مالتها الكيكة. بعد ما وصلنا لهذا القوام، هنا أنا دهنت القالب بالزبد بس. انتوا تحبون تخليون زيت وطحين هم عادي، ماكو مشكلة، راشي عادي، بس بالزبد هم تنشال يعني من القالب ما تلزق بيه، ونفس الوقت ينطيها طعم كلش طيب. راح اخليها بالفرن على درجة حرارة 180 لمدة 45 دقيقة الى 50 دقيقة، طبعا بس من جوا. وبعدين فتحت اخر 5 دقائق من فوق وارجع لكم. طبعا هذا الشكل النهائي. راح اقلبها وياكم وهي حارة. بعد ما اقلبها اني سخنت على البخار زبدة اللوتس، ذوبتها بس يعني خليتها بكاسة، وبعدين خليتها بكاسة ثانية بقدرين يعني مال مي تفور، وراح اخليها على الكيكة. وطبعا ما احكي لكم الريحة والطعم كلها عبارة عن لوتس، وفد شي كلش حلو وطعم طيب. وقلت لكم الاطفال اللي ما يحبون ياكلون الكيك السادة تقدرون تسوون اياه بهذا انه يعني باللوتس بنفس الطريقة هماتين بالنوتيلا، تسووها بالراشي اللي سويت لكم اياها قبل بساعة. هاي الطرق كلش طيبة، ونفس الوقت من يجيكم ضيوف هماتين فد شي كلش حلو وفخم وراقي وطيب. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة، واقول لكم في امان الله ورعايته. كيك اللوتس شوكولاتة.